المستشار كمال الإسلامبولي هو من مواليد مدينة البدرشين عام 1956. تفوق في مراحل التعليم الأساسي حتى تخرج في كلية الحقوق عام 1980، وكان ترتيبه الخامس على الدفعة. البداية بترجع للنشأة الأولى في مسقط رأسي في مدينة البدرشين محافظة الجيزة، في أن أنا تلقيت التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي في هذه المدينة، ثم بعد ذلك كلية الحقوق. تخرجت من كلية الحقوق بتقدير، فاكر ان انا ترتيبي كان السابع على الكلية، كانت الدفعة حوالي 2260. ثم التحقت بسلك القضاء، فعملت في النيابة العامة، عاصرت قضايا كبيرة في هذا الوقت في مطلع الثمانينات. بعد كده انتقلت للعمل في المحاماة. الحياة السياسية بعد 25 يناير خدتنا لمجال السياسة. انخرطت في المجلس الوطني المصري عقب ثورة 25 يناير. توليت رئاسة اللجنة الدستورية، ثم عضو بالأمانة العامة. شاركنا في وضع وثيقة الدستور، اللي هي يعني الاستلهام للمستقبل، ازاي بلدنا تبقى لها البنية الأساسية القانونية اللي منها تنطلق نحو مستقبل أفضل. طبعا خلال هذه الرحلة عقب التخرج من كلية الحقوق تزوجت بزوجتي الحالية اللي هي المستشار نادية حسن الشهاوي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية. ولدي بنتين، ياسمين كمال الإسلامبولي وكيل نيابة الجيزة، وهبة الله كمال الإسلامبولي في الثانوية العامة. وحاليا احنا بقى يعني من خلال القوى السياسية المصرية بنحاول نخرج من عنق الزجاجة اللي مصر فيها الآن، انطلاقا نحو تحقيق أهداف ثورتنا ومحاولة لتحصينها من الاختطاف اللي هو بيدور حواليها الآن. المشاركات في قضايا كثير طبعا، سواء في فترة القضاء أو في فترة المحاماة. في فترة العمل بالقضاء، فترة النيابة، كان في قضايا كبيرة جدا عصرناها. كانت في الفترة دي قضايا المخدرات كانت بتغرق البلاد في بداية الثمانينات، فكان تقريبا الأضواء كلها مسلطة على هذه القضايا. فتقريبا أكبر قضايا في هذه الفترة عاصرتها وتوليتها. وبعد كده في المحاماة بقى في العديد من القضايا في مختلف الأنواع. التحق المستشار كمال الإسلامبولي بالهيئة القضائية، وتولى العديد من القضايا الهامة والتي أثارت الرأي العام في المجتمع، حتى عمل محامياً لامعاً ومتخصصاً في قضايا الرأي العام. في المحاماة الحقيقة يعني من القضايا اللي هي واخدة شهرة. أنا كان عندي قضايا كتير، في سواء قتل أو جنايات كبيرة، لكن القضايا اللي كانت واخدة شهرة في الفترة المؤخرة الأخيرة قضية الإعلامي وائل الإبراشي ضد بطرس غالي. القضية اللي هي شاكي فيها بطرس غالي، واتهم وائل الإبراشي ببلاغه للنائب العام بأنه هو بيحرض الجماهير على عدم الانقياد للقوانين، يقصد بذلك قوانين الضريبة العقارية. والحقيقة هي تهمة تمثل شرف لأي واحد يتهم بها. وأذكر أني وكان في عز قيام نظام مبارك وجبروته وبوجود بطرس غالي على كرسيه كوزير، وقلت بالحرف الواحد وتناقلته وكالات الأنباء أن محاكمة وائل الإبراشي ستكون محاكمة للذين أرادوا أن يحاكموه، ستكون محاكمة لعصابة من الوزراء اللصوص التجار السماسرة الفجرة. وهذه الجملة قيلت على الملأ في قاعة المحكمة
ثم وكانت الجلسة مسجلة فتنقلتها وكالات الأنباء، وقعدوا يأكدوا عليا بعديها في خارج القاعة على الجملة، فأكدتها لهم وقلتها لهم. وفي المرافعات التالية فضحنا هذه الأوزار، أوزار المستوزرين من عصابة اللصوص التجار الفجرة. ويمكن ده كمان كان جرس من الأجراس التي كانت تدق بعنف في المجتمع المصري، مبكرا تنبه إلى أن الكيد قد فاد، وأن الأمور كلها باتت توشك وتنذر بقيام ثورة عارمة في البلاد ضد الظلم وضد القانون. كما اهتم المستشار كمال الإسلامبولي بالسياسة من خلال مشاركته بالكتابة في الكثير من الصحف القومية والمعارضة، بل والمشهورة بالهجوم على الحكومة لتصحيح أوضاعها، والتي تنبأ بها وبأنها ستحدث في المجتمع المصري، ومنها تنبؤه بالثورة من خلال مقاله ثورة الجياع. كما شارك المستشار كمال الإسلامبولي بالنقاش في العديد من الموضوعات الشائكة، ومنها تعديل المادة 76 من الدستور في عام 2004. بالنسبة بقى لشغلنا في المجلس الوطني كمباشرة للعمل السياسي، والمجلس الوطني ده عشان الناس ما تفتكرش ده مجلس أنشئ بعد بعد ثورة 25 يناير، عشان الناس ما تخلطش بينه وبين الحزب الوطني يعني. طبعا احنا بنساهم في الحياة السياسية بمجهودات نخب سياسية كبيرة وقوى سياسية كثيرة ومتنوعة داخل المجلس الوطني، متألف منها لجان وأمانات. اللجنة الدستورية شاركت في وضع مشروع للدستور القادم، مبادئ بنأملها في دستورنا القادم، وأيضا جبنا الوثائق المتنوعة واطلعنا عليها وحاولنا نعمل وثيقة توثيقية زي وثيقة شيخ الأزهر، الوثيقة الرائعة، وكافة الوثائق الأخرى حوالي 9 وثائق، وعملنا وثيقة توثيقية وتقدمنا بها للمجلس العسكري ومجلس الوزراء، وأيضا في كل المناسبات بنتدخل بوضع المعايير والقواعد زي تشكيل الوزارة أو المحافظين، بندلي برأينا ليستأنس به من يقوم بالتشكيل، حتى يكون أمامه الرأي الشعبي ووجهة النظر الشعبية والسياسية في الاختيار. طبعا أنا بحلم لبلدي الحقيقة، ودي مناشدة لكل القوى السياسية اللي فيها، إن لو كان في قوى سياسية ترى في نفسها أنها قادرة على أن تسب فوق المشهد السياسي بأنها صاحبة جماهيرية، فيجب ألا تنخدع في ذلك، فقد تكون على غير رغبة منها وعلى غير المأمول منها أنهم يستغلوا بأن هم يصدروا في المشهد، ثم تتخذ تصديرهم من المشهد تكئة وذريعة لتدخل أجنبي بحجة أو بأخرى. لأن اللي أنا شايفه أن الثورات العربية كلها بيتصدر فيها فصيل معين للسلطة، ربما هذا كان مأمولا من القوى المتربصة بنا من أجل أن يحدث في يوم من الأيام نوع من الإطاحة بهذه القوى، وبالتالي وما يزداد من خلال حروب وما يستتبعها من احتلال للأوطان. فعلينا أن نحترس جيدا، علينا أن نحتضن ثورتنا من أجل أن نحقق أهدافنا من ورائها، ولا يختطفها منا مستعمر متربص بنا في المستقبل. بحلم أن مصر تنهض وتخرج من العملية القيصرية التي هي فيها الآن
واللي هي مش مستحملة حد يجهدها فيجهض ثورتها بإجهادها بالمطلب تلو الآخر بما لا تتحمله في خلال فترة النقاهة من العملية القيصرية اللي هي فيها بعد أن ولدت تلك الثورة العظيمة.